السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس بتشتري تيشيرت نادي الزمالك بعمرها كله، وفي ناس ممكن تبيع التيشيرت بأي كام جنيه زيادة. الفرق بين ده وده، ده عاشق للكيان ومنتمي وبيحب نادي الزمالك، وده مش فارقة معاه زمالك ولا أهلي، كل اللي همه إنه يحصل فلوس والسلام. حب نادي الزمالك وعشق نادي الزمالك ما يتقدرش بفلوس ومش شعارات. أكبر دليل على الكلام عشق جمهور نادي الزمالك لناديه. اهلا بكم في قناه الزمالك في قلبي مع اسلام ابو مازن. اهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. النهارده كالمعتاد هنتكلم عن اخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم الزملكاويه مهمه جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم. فضلا وليس امرا دوس لايك. نبدا اخبارنا النهارده وكنا بنتكلم على سبيل المثال وليس الحصر محمد شحاته. محمد شحاته جاله عرضين من الخليج، عرض قطري عرض اماراتي، لكنه رفض. مع انه ما بياخدش اعلى مبلغ في نادي الزمالك، مع ان هيجي له مبالغ كبيره ورواتب ما يحلمش بيها، لكنه اختار نادي الزمالك. تحياتنا لمحمد شحاته الجولدن بوي، اللاعب الزملكاوي الاصيل. ده بخصوص محمد شحاته. عايز اكلمكم سريعا قبل ما نتكلم على خبر مهم جدا، بس ما ينفعش افوت الخبر ده واسيبه لغايه ما ابص. اصل انا جوايا شويه يعني حاجات كده بتغلي. الزمالك بيخسر في كرة السلة أمام النادي الأهلي 89-88، خسر 89-88. الغريب في الموضوع هنا، يعني الأغرب حاجة، هاجي لك من آخر حاجة. الزمالك كان متقدم أصلا الشوط الأول فارق 9. الشوط الثاني الأهلي اتقدم على نادي الزمالك فارق بونت واحد بوينت، اللي هو 44-43. الشوط الثالث نادي الزمالك اتقدم فارق 6. الشوط الرابع في الآخر خالص 85-87 للنادي الاهلي، ومش باقي غير تقريبا 16 ثانيه. نادي الزمالك اخذ الكره، عمر عزب راح جايب جون جميل جدا او رميه ثلاثيه رائعه، واتبقى 6 ثواني. اصبحت النتيجه 88-87 للزمالك، ما احنا جبنا رميه ثلاثيه. بعد كده النادي الاهلي اخذ الكره، جابوا كره ب 2 بونت، اصبحت النتيجه 89-88. هوب ما تعرفش ايه اللي حصل فيه تكنيكال فاول، اللي هو خطأ يعني في التصرف في حاجه عملوها جمهور الاهلي او سوري لعيبه الاهلي، فراح الحكم يبص على اللي زي الفار كده وخلاص، وحسب للزمالك نقطه او سوري فاول بنقطه واحده. دخل ادم موسى نجم من نجوم المباراه، نجم من نجوم المباراه، وللاسف راح مضيعها. ما اعرفش ما ركزتش ليه، ده انت جايب كل الفاولات اللي جات لنا. الغريب هنا ان التحكيم كان اغرب من الخيال، كل شويه فاول على الزمالك بنقطه برميتين، فاول على مش عارف ازاي، بتبقى حاجه غريبه خالص. كابتن وائل بدر عمل مباراه جيده، ونادي الزمالك يقدر يكمل ويدوس رغم الغيابات اللي كانت عنده زي خالد عبد الناصر وعمر عزب وناس كتير، لكن عمر هشام سوري. لكن بص بقى اللي جاي، انت عندك احمد اسماعيل ما كانش موفق وضيع مننا كذا كوره وكذا كوره تتخطف منه، وهو اللي خلى الفرق يقل. سايبه في الملعب كل ده ليه؟ انا ما اعرفش. عايز اوضح بقى حاجه. امبارح كده الزمالك هو قلت لك مرحله ترتيبيه، بعد كده في دوري السوبر ده الاول هيلاعب الثامن والثاني هيلاعب السابع زي كل سنه يعني. عايز اوضح حاجه. امبارح انا كنت زعلان امبارح من تعادل نادي الزمالك مع النادي المصري البورسعيدي، وزعلان جدا ومخنوق ومتضايق. مش متضايق، الناس تقول لي في التعليقات ايه؟ احمد ربنا ده احنا مستوانا مش كويس وناقصين غيابات وعندنا وقف قيد، والحمد لله احنا تعادلنا مع المصري. يا عم انا مش زعلان من التعادل، انت ما فهمتنيش. انا زعلان ان انا كزمالك وصل عليا الحال ان انا افرح ان انا اتعادل مع المصري. شفت الحال وصل بيا لفين؟ بعيد عن ده كله، انا عارف ان احنا كنا بنسبه كبيره ممكن نخسر، وفرح ومبسوط بالتعادل، مش زعلان، حلو التعادل، بس لا سبيل على الفوز الماتش الجاي عشان هتقاسي وتعاني ممكن ما تصعدش. لكن وصل بيا الحال ان انا والجمهور نقول احنا كلنا ان كويس ان احنا اتعادلنا. ده كان حال نادي الزمالك. شفت وصلنا لفين؟ وبخصوص السله، والله العظيم انا ما اعرف ده نحس يا عم ولا فقر ايه اللي بيحصل ده. احنا الماتش ده عملناه يمكن ما عملناهوش من سنين قدام الاهلي، وللاسف بنخسر. ده نحس، ده نحس كبير، صدمه. الخبر السعيد معانا النهارده والخبر الكويس الحمد لله والشكر لله، رسميا محمود بنتاج يعود للزمالك خلال 48 ساعه. لاعب مهم جدا جدا جدا، مفيش كلام يتقال اكتر من كده.
وانت محتاجه جدا 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 الفتره اللي جايه. تم تحويل 200,000 دولار لمحمود بن تايج، وفي بقى جزء هياخده الوكيل بتاعه كمان عايز فلوس، ومحمود بن تايج خلاص هينضم للزمالك خلال 48 ساعه، يعني ان شاء الله ان شاء الله على يوم الخميس يكون متواجد. كده مش هيكون في مباراه بتروجيت، لكن ان شاء الله يكون جاهز لمباراه المصري البورسعيدي بمشيئه الله تعالى، اللي هي مقرر لها يوم الاحد القادم ان شاء الله. كل التوفيق لنادي الزمالك، يا رب حل ازماتنا وعدي الازمات دي على خير. حاجه تانية بقى، ناصر منسي. ناصر منسي اكتر حد حاليا مطلوب في السوق من لاعبي نادي الزمالك، مطلوب. الاتحاد السكندري كان عايز ناصر منسي، نادي الزمالك كلم ناصر منسي، ناصر منسي مش عاوز يمشي، رفض، مش عايز يا اخي، هتمشوا بالعافيه. المهم ان كمان العرض اللي عرضه نادي الاتحاد، الزمالك كان طالب مبلغ اكبر من اللي بيتقال او اللي الزمالك قايله او اللي الزمالك عايزه. المصري البورسعيدي دخل في المفاوضات وعايز ناصر منسي، اداره الزمالك مش ممانعه، لكن لك ان تتخيل ده ناقص يتحايل عليهم ويبوس ايديهم عشان ما يمشيش ناصر منسي. ناصر منسي سيف الدين الجزيري اوقات كتير ما بيبقاش مركز، انت محتاج ناصر منسي، انت بتقعد لي ناصر منسي على الدكه عشان تزهقه، عشان انت عايز تمشيه، عشان هيجيب لك كام؟ 40 50 مليون هو كمان. حرام يا اخي انت وهو، حرام. وتبيع ناصر منسي اللي بينافسك في الكونفدراليه عشان تقويه؟ معرفش عاوزين تعملوا ايه. على العموم ناصر منسي رافض تماما. هل يا ترى هيوافقوا؟ مجلس الزمالك هيوافق على يعني على كلام ناصر منسي ويقول له خلاص ماشي خليك ما دام انت رافض، ولا يا ترى هيبيعوه بالعافيه او بالذوق؟ خبر تاني معانا بقى، خبر بقى بص، يعني إن عرف السبب بطل العجب، مش هتتعجب بقى. كلنا عمالين نتكلم على اصابات نادي الزمالك وانها بتطول، وان اللاعب فعلا بيجي له شد ممكن نشوفه ما نشوفوش شهور، لكن لعيبه نادي الزمالك اصلا متضايقه جدا من الطبيب الاسباني اللي نادي الزمالك تعاقد معاه. انت متعاقد مع الطبيب الاسباني ليه يا عم وانت معاك دولارات؟ يا عم ده انت الجهاز الطبي والجهاز الفني والجهاز الفني بتاعنا المساعد اجانب، تدفعهم دولارات ليه يا عم؟ بيقولوا لك ان الطبيب ده بيأخرهم جامد جدا قبل ما يرجعوا من الاصابه. يعني اللاعب بيبقى جاهز يقول له لا لسه، جاهز لسه. اللاعب اللي يقول له انا جاهز يقول له لا انت لسه مصاب، كمل البرنامج بتاعك. مش بس كده، بيحبوا يتواصلوا معاه عشان يكلموه، طب والله انا حاسس ان رجلي بدات تفك، انا حاسس ان الشد بدا يروح، انا حاسس ان الاصابه دي الورم بتاعها بدا يخف مثلا. ما بيلاقوش، ما بيعرفوش يتواصلوا معاه، لدرجه ان في بعض اللاعبين بيتواصلوا مع الدكتور محمد اسامه الله يمسيه بالخير. سؤال تاني هقوله، هل يا ترى ارضيه ملعب الكليه الحربيه اللي نادي الزمالك بيتدرب عليها هي سبب كثره الاصابات عند لاعبي نادي الزمالك؟ وارد جدا. وما زال جون ادوارد مصمم على ايه؟ على ان التدريب يبقى على استاد الكليه الحربيه. احنا زهقنا، اقسم بالله زهقنا، اقسم بالله كتير قوي، كتير علينا قوي. كفايه بقى يا عم، هاتهم هنا يا عم في الزمالك يا عم، هاتهم كفايه. مش عارف. نادي بيراميدز تعاقد مع جناح او مهاجم من زيسكو الزامبي، لاعب كويس مش وحش، لكن انت تتخيل بنقول لبيراميدز شكرا ان انتوا شلتوا من عندهم لاعب مهم، عشان احنا لسه هنروح نلعبهم هناك، هنلعبهم هناك في زامبيا. طيب يا ترى ايه اللي بيحصل من ناحيه المدير الفني اللي نادي الزمالك ممكن يتفاوض معاه، او من ناحيه مستحقات اللاعبين او فك قيد؟ 3 حاجات هكلمك فيهم سريعا. اول حاجه من ناحيه المدير الفني الاجنبي، نادي الزمالك حاطط مبلغ تقريبا ما يقارب اقصى حد الماكس بتاعك 400,000 دولار، سوري 40,000 دولار. 40,000 دولار اقصى حاجه، يعني بص مش هندفع ازيد من كده. لو لقوا مدرب بالثمن ده هيجيبوه. هنا بنقول سؤال، ايا كان المدرب، ايا كان، ما انت حاطط 40,000 دولار، وال 40,000 دولار هيجيبوا لك مدرب عامل ازاي؟ فاكيد ال 40,000 دولار هيجيبوا لك مدرب تعبان، هيجي وتمشيه بعد فتره من الزمن. يبقى انت لازم تعلي السقف بتاع الفلوس عشان تتعاقد مع مدير فني كويس. لكن لو انت شايف ان انت اخرك 40,000 دولار ما تعقدش، ما تضحكش علينا بقى وتضحك على نفسك.
بس هم عاملين يربطوا ويظبطوا عشان خاطر اي دروب الكابتن معتمد جمال يرحل. انت كنت لازم تجيب صفقات ولازم يبقى عندك سكواد جامد عشان تجيب مدير فني جامد، لكن انت مش عامل حاجه من دي. طيب مستحقات اللاعبين، المفروض ان مستحقات اللاعبين كمان حوالي اسبوع ياخدوا جزء تاني من مستحقاتهم بعد ما وعدوهم وادوهم جزء. زي ما قلت لك قبل كده، اللي راتبه صغير اخد شهر، اللي راتبه كبير قصدي اخد شهرين، اللي راتبه صغير اخد شهر. طب انت قلت هتوعدهم بعد مباراه المصري اللي جايه، المفروض خلال ايام تكون جهزت الفلوس. المفروض. ثالث حاجه ودي الاهم، حل ازمه القيد داخل نادي الزمالك. كلنا شايفين 10 قواضي وهيبقوا 15 بقول لك، واقرب قضيه اظن هتبقى في الفريق بتاع عبد الحميد معالي، اللي انت ما دفعتلوش فلوس واصلا هو فسخ عقده، يعني الفريق بتاعه له فلوس وهو له فلوس. فمع كثره القضايا دي انت مش هتلحق 8 فبراير القيد هيتقفل، خلاص خلصت خلاص. طب تعمل ايه؟ مش هيعملوا حاجه. في كلام بيقال، اسمع مني الكلام اللي جاي ده، مش متاكد انه هو صح ولا غلط بس كلام خطير. بيقال ان في حاله عدم سداد نادي الزمالك المستحقات في شهر 3 اللي جاي، في اخر شهر 3 اللي جاي، المستحقات اللي عليه او القواضي اللي عليه، ممكن ما يشاركش في افريقيا، ولا بقى لو صعد دوري ابطال ولا حتى كونفدراليه. الخبر ده لو صحيح هيبقى كارثي، كارثي بجد. مش خلينا نشارك، بتعملوا ايه؟ ذكروا الناس الله يبارك لكم، عشان لو الخبر ده صح هتبقى مشكله كبيره قوي قوي قوي، واحنا مش هنقدر على كده. مش هنشوف الزمالك في افريقيا ولا دوري ابطال ولا كونفدراليه. طب ازاي؟ بس ده كل اللي بيحصل وده كل اللي داير وده كل اللي بيتم. عليكم ملايين ومش ناويين تسدوا، امال قاعدين ليه؟ يا رب تمشوا، يا رب. نفسي الدكتور اشرف صبحي وزير شباب الرياضه اهو، واللي ياما اقال مجالس لنادي الزمالك، يجي يشوف ازاي علينا 10 قواضي ولسه هيزيدوا كمان، وانتوا ازاي ما دفعتوش فلوس وانتوا بتتعاقدوا مع لاعبين، وازاي ما وفيتوش بالعقود بتاعتكم اللي عليكم دي، ويمشيهم. اه والله المفروض يمشيهم، لكن ما اعرفش السكوت ده كله ليه؟ ساكت ليه؟ سايبهم ليه؟ مفيش اكتر من كده ممكن يحصل لنادي الزمالك. لا مساس بنادي الزمالك. ماشي، طب احنا عاوزين نشوف ده، احنا هتمثلنا من كل حته يا عم. نتمنى ان هو الوزير اشرف صبحي، دكتور اشرف صبحي، يتدخل زي ما هو بيقول ان هو على مسافه واحده من جميع الانديه، وانه مش هيسيب نادي الزمالك يقع. لكن بخصوص ارض الزمالك ولا حس ولا خبر. والله الزمالك ده بيتعمل فيه اللي ما اتعملش، عشان مش لاقي حد يرد ولا يصد ولا يتكلم ولا يقف. بس عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي. ان شاء الله قادم افضل، عشان الزمالك حب في قلبنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا احسن واعظم واوفى جمهور في الكون، جمهور نادي الزمالك العظيم، ومين غيره عظيم.